بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما من قناة واكلات ويومياتنا. النهارده بقى فيديو جديد كده، وقلت حاجة بسيطة اشارك معاكم بها يومي. كنت عاملة الغدا النهارده بقى صينية فراخ كده ما شاء الله جميلة بالخضار، بصل وفلفل بقى وطماطم وحاجات من ديت، وسهلة جدا وطعمها جميل. حتى الصوص اللي نازل منها ده بتغمسيه وخلاص. وعملت شوية رز احمر كده، حبة وحبة، وكان طبق ملوخية ما شاء الله. الف هنا الف شوف. هقول لكم بقى الطريقة بتاعت الفراخ دي، اسهل حاجة بعملها لما ببقى يعني مزنوقة في اي حاجة بسرعة بسرعة كده، بقوم هي اللي عاملة عملته فاولها شعرها يا بصل، ملا. فلفل، طماطم، وجميع بقى البهارات، بهارات فراخ، يا ملح، سبع فلفل كام؟ اسمر، شوية كمون صغيرين، ايوه 4 الى شوية قرفة، ايه؟ شوية جنزبيل، شوف الساعة كام؟ وصويا صوص، ودبس رمان، وشوية زيت. يعني بتعملي بقى كل المكونات دي بتدعكها ببعضها كده، بتقلبها ببعضها حلو. وبعدين تجيبي بقى الفراخ. طبعا بنبقى غسلينها، كنت نقعاها في محلول النقع اللي هو شوية سكر وشوية ملح وشوية دقيق، وكمان ليمونتين كده حلوين. بتضيع اي زفارة معاكي في الفراخ، حتى لو كانت صغيرة خالص بيبقى لها ريحة زفارة كده. فالمحلول ده طبعا بيقضي عليها خالص تماما يعني. وفي ناس بتحط طحينة، في ناس بتحط شوية جنزبيل في المية بتاعة النقع. صراحة انا بحط المية والملح والسكر والدقيق والليمون. ما شاء الله اي زفارة بتبقى مش موجودة خالص. المهم يا بنات، انا عملت كل بقى المكونات دي على بعض، وشوية زيت عشان ما ننساش، وشوية خل صغيرين مع عصير ليمونة. وكل المكونات دي بتعملها بعضها. ولو عندك سماق، انا كنت حاطه سماق برضو في التتبيله ديت زي ما انتم شايفين كده. ده اللي كان عندي يعني. لو في كنت بحط يعني اكتر كمان، ممكن احط معلقتين كبار سماق. انا بحب طعم المزازه فيها، بتبقى طعمها حلو ومديها كمان ريحه حلوه. وشويه روزميري. يعني الفراخ بالذات عن اللحمه ما بتحبش بهارات كتير، لكن الفراخ كل ما بتديها بهارات بتبقى طعمه في الاكل. زي بقى ما انتم شايفين كمان يا بنات، المكونات كلها على بعض اهي. هقلبها كلها على بعضها، وهجيب الفراخ وهتبلها كلها في بعض. وكمان هتحشي الخلطه ديت ما بين الجلد وما بين اللحم بتاع الفرخه، وبتسيبيها. ممكن تسيبيها ساعه 2، لكن انا صراحه كنت مستعجله فعملتها على بقى يعني على طول، ما استنيتش ولا حاجه. بس صراحه كان طعمها حلو جدا يا بنات، وكمان ما شاء الله ولونها حلو. ودبس رمان مع صويا صوص بيدي لون حلو جدا للفراخ. ممكن تحطي معلقتين صلصه، بس انا اكتفيت بالكام طماطم اللي انا قطعتهم. ممكن بقى تحطي في الخلطه ديت مثلا شويه بطاطس لو عيالك بيحبوا بطاطس بس صراحه انا قلت ايه، هعمل الخلطه دي بس كده، بصل وزي ما انتم شايفين بقى يا بنات، بقوم جايبه بقى كميه الخلطه ديت، واقوم حشه ما بين الجلد واللحمه بتاعه الفراخ، واسيبها بقى في التتبيله ديت شويه. وبعدين اقوم مدخلاها في الفرن، تغطيها بورق زبدة وبعدين ورق فويل، وبعدين تحطها في الفرن على الشبكة لمدة ساعة، ساعة وشوية كده. هتبقى ما شاء الله استوت وعاملة زي الزبدة. انا كنت طبعا زي ما اقولكم انا كنت مستعجلة، حطيتها خدت غلوتين على البوتاجاز، وبعدين حطيتها في الفرن اتحمرت خالص لغاية ما انا عايزة الدرجة اللي انا عايزاها يعني. ممكن تعملي كيس حراري برضو تحطها فيها، بتبقى حلوة جدا. زي ما انا قلت لك برضو تسويها على النار على البوتاجاز من فوق، بعدين تحطها في الفرن تاخد وش. كانت ما شاء الله جميلة، وريحتها ما شاء الله قلب الدنيا. ممكن تعملي بالخلطة دي، ممكن تعملي بها الحمام برضو، ممكن تعملي بها لحمة، بتبقى ما شاء الله جميلة جدا جدا. بس اللحمة مش هتحط لها اضافات كتير زي البهارات اللي انا حطيتها في الفراخ. وعملنا كمان شوية رز حبة وحبة، ما شاء الله كان جميل الصراحة. بنتي اللي عاملاه تسلم ايدها. وكمان شوية ملوخية وطبق سلطة، والحمد لله يا رب، فضل ونعم ربنا. يا رب يا ريت ما تنسوش في اللايك والشير ودعوة من قلوبكم. مع